السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وصحه جيده. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على الحبيب المصطفى. اليوم ما شاء الله الرحمن الرحيم واحد الطريقه حصريه على قناتي. المهم جربتها وعجبتني وقلت نتقاسمها مع خوتي وخواتاتي بلا ما نبقاو نشريوها. المهم عندي هنايا الكاوكاو، هذاك الكاوكاو اللي كيكون ملبس واحد الطبقه اللي كيتباع وشويه كيكون غالي، لا اللوز ولا الكاوكاو. هنا درت الكاوكاو. المهم هذا الكاوكاو هذا شديته، المهم كان بالقشره. انا نوريكم. هذا العادي بالقشره شديته، مسحته، جبته مسحته وخليته هكا ودخلته الفران ودرت عليه شويه الملحه كيفاش غندير لها؟ غنديرها بشويه ديال الماء، تقريبا معلقه هكاك. المهم تقريبا في كيلو ديروا معلقه كبيره ديال الملحه في هكا 4 كاس ديال الماء، وتترشوه بها وتدخلوه للفران حتى كيتحمر، وكتحيدوا له الجلده، وتخليوه هكا. اللي حيدت اللي تهرسات راه ما تستعملوهاش، لان غتعذبكم. بحال مثلا كانوا هادو تهرسوا ليا ما استعملتهمش، مي هادو راه صحاح هكا، صحاح يبقاو هكا. ما تشريوش المنقي، ما تشريوش الكاوكاو منقي، لانه كيكون بحال على هذا الشكل هذا وغادي يعذبكم في الخدمه. المهم في المكونات ديال سميتو انا غنديرهم حارين. الحراره على حسابكم، على حسب الاذواق. المهم هنا عندي واحد الزلافه ديال طحين الذره. هذاك الذره اللي كنديروه البداز، هذا شديته وطحنته مزيان وغربلته 2 تغربيلات حتى ولا هكا بحال، وطحنته عاود طحنته وغربلته تحيدات منه ديك سميتها. المهم عندي هنايا زلافه، انا درت لكم هنا زلافه. عندي هنايا تقريبا، المهم هنايا نص كاس ما كاملش ديال زيت العود. المهم انا نقول لكم، الا بغيتو تقليو هاد الكاوكاو ما ديروش الزيت نهائيا، ما ديروش، لان هذاك القليان كافي. مي انا ما غاديش نقليه، انا غادي ندخلو الفران. خصني ندير ليه الزيت، ضروري خصو شويه ديال الزيت. انا ما غاديش نكب كاع هادشي. المهم تقريبا 2 معالق كبار، 2 معالق كبار. عندي واحد 2 فرماجات كيري. الا ما كانش كيري ديروا غير فرماجه عادي، ماشي مشكله. ومن هنا 2 فرماجات. مو في التوابل عندي انا غنديرهم بالحار. هاد الكاوكاو غنديرو بالحار، وغادي ندير معكم حتى اللوز ان شاء الله. المهم الا ما جاش هاد الفيديو طويل، المهم انا غندير هنايا معلقه ديال الحاره، لان انا بغيتهم يكونوا حارين. ومازال يمكن نزيد. عندي هنا البابريكا او التحميره، غندير معلقه لان بغيتهم يجيو حمرين. وعندي هنايا هذه بودره ديال الدجاج، ديال مرق الدجاج. هاد البودره دي بحال شكل ديال، راه عندي في القناه بحال شكل ديال الكنور. انا غندير معنا معلقه. ولا ما كانتش عندكم، المهم بغيتو تستعملوا كنور ديروا، ما بغيتوش تستعملوه، المهم هذاك نظامكم. هنايا غادي غندير الملح. انا درت هذا الملح الهيمالايا. المهم الملح على حسابكم. انا درت هنا معلقه لان هادو كيبغيو شويه يكون صافي. وغادي ندير الماء عادي غير من الروبيني. غادي نجمع هذا الشيء دابا، غنجمعو غنخلطهم بعدا مع بعضهم، وغنجمعهم بالماء. وها هانتوما هاد الحمريه انا اللي بغيت صافي مزيان. المهم هنايا صافي من جمعت العجينه على هاد الشكل هذا، صافي كنديرها هكا وتندهني يديها بالزيت وصافي، وكنبقى ندير على هاد الشكل هكا صافي. تنحربلها هكا على شكل كاوكاوه اولا على شكل لوزه. المهم داكشي اللي بغيتو نتوما ديروا. وما نهزوش بزاف ديال العجينه باش ما تجيناش العجينه غليظه. على صافي راه شعلت الفران، شعلته على 180 درجه. ملي غادي ندخل هاد اللاطه ديالي، غادي نقص البوطه، غنخليهم
حتى يتقرمشوا في الفران، ما نجهدوش عليهم البوطه باش يطيبوا من الداخل، زعما يطيب لهم هاد العجينه هادي اولا وكنبقاو هكا. راه خصنا نجلسو، ولا كان شي حد يعاونكم لان هي شويه فيها الخدمه. هذوك ديال الزنقه راه كيديروا يمكن لما كان ولا ما عرفت شنو كيديروا، اولا كيكونوا اشخاص كتار. المهم كتجلسوا كديروها بالليل. انا بحال هذا راه قشرته بالليل، هذاك الكاوكاو قشرته، جلست قشرته تتقشر كامل وصافي. والصباح درت هانتوما شحال على حسب الكاوكاو. الا كنتو هازين كاوكاوه كبيره المهم باش وملي تنشف لكم عاوتاني يديكم ديروا شويه الزيت في يديكم. انا دابا صافي بدات كتلصق، غندير شويه الزيت في يديا صافي. كنبقى بحال هكا. سمحوا لي حيت ما درتوش بكري، كنت شويه عيانه. المهم خصني نغسل دابا يديا باش ما تبقاش تلصق ليا. نغسل يديا ونعاود نرجع. هانتوما المهم تنغلفوا هذيك الكاوكاوه كامله ما يبقاش فيها شي هذا صافي. وكنبقى نديرو هكا ونغسل يديا ونرجع. هنا هاد العجينه اللي بقات ليا درت ليها شويه ديال البصله غبره وشويه ديال الثومه. غنبدل في النكهات. المهم كلهم غنبدل في النكهه وصافي، باش يجيوني جوج ديال الاشكال غير في الكاوكاو. وغنديرهم هكا مكركبين باش يبانوا. غنديرهمش هكا على الطول، غنديرهم هكا مكركبين باش يبان الفرق بيناتهم. نغسل يديا. هادو غنكركبهم هكا. من بعد ما ساليت صافي، ساليت هاد التكوار ديال هذا الكاوكاو صافي غندخلو. راه سخنت الفران مزيان على 180 درجه لتحت والفوق. دابا نقصتو تقريبا على شي 90 هكاك ولا 80. وصافي غنخليه نديرها في الفران حتى تقرمش ونخرجها معكم. هنا في الوصفه الثانيه عندي كاس ديال مايزينا. درت كان كاس مايزينا. بغيتو تقللوا تزيدوا كاس ديال الذره، طاحين الذره او دقيق الذره مطحون حتى هو مزيان. انا غنزيد زيت البلديه، 3 المعالق ديال زيت البلديه كبار. انا غندير واحد المعلقه ديال لاموطارد.
غندير جوج فرماجات. هذا فرماج بنكهة الفرماج احمر، اولا عندكم فرماج احمر ديروه. انا درت جوج فرماجات. صدقوني هاد اللي غنغلف به، هاد العجينه اللي غنغلف بها اللوز كتجي رائعه. انا غندير معلقه ديال الثومه، مبقاتش ليا انا الثومه، معلقه ما كان، المهم معلقه صغيره ديال الثومه، وهنا معلقه ديال البصله. صافي، وغندير الملحه كافيه. هنا هذاك اللوز راه داير مقلي بالملحه بحال اللي درت للكاوكاو. صافي، وغادي نعجن بماء عادي من روبيني عادي. غنعجن، نبقى نعجن حتى نجمعها، ما تكونش قاصحه وما تكونش شاريه. صافي، نعجنها مزيان. ها هو هاد اللوز هذا هو اللي قليته في الفران بالملحه كما درت سميتو، غير وما حيدتش ليه القشره. صافي، هاهي جمعت ليا العجينه هنايا. صافي، غنبدا نشكل فيها مباشره، ما نخليها لا ترسح لا والو. صافي، كندير هنا اللوزه، صافي كنجمع عليها وكنديرهم هكا، اما هكا دائريين اولا على شكل اللوزه ولا اللي بغيتو. صافي، وكنبقى نحط في اللاطه اللي درت ليها ورق الزبده. صافي، كنبقى نحط هكا. صافي، كنبقى كنستمر حتى كنصايب. انا من بعد ما ساليت العجينه كامله، دخلتها في هذا، شعلت الفران على 180 درجه، دخلتهم ونقصت البوطه، اولا نقصت الفران استسماح، نقصت الفران الاقل درجه باش يتقرمشوا. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالهم. هذا هو اللوز اللي صوت معكم، مقرمش من الداخل ومن برا، غزال وبنين بنين بزاف. المهم هذه الطريقه باش ديروا هذا الكاوكاو اللوز المغشي اللي كيتباع. وهنا هذا كاوكاو، وهذا الكاوكاو هذا تا هو اللي درتو مكركب، درت فيه البافون، زينته بالبافون. المهم هذه كفكرة
نتمناها تعجبكم، ولا عجبتكم خليو ليا تعليق زوين بحالكم، واشتركوا في القناه الا كنتو اول مره كتشوفوا قناتي. مرحبا بكم والف مرحبا، وما تنساوش لي لايك وبارطاجيو هذا الفيديو لحبابكم وصحابكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.